أنا مؤمن بأي إله تؤمنين به، فأنت لن تؤمني إلا بإله عظيم. دي الكلمات اللي قالها شيبرد كينج، اللي هيخش الإسلام وبقى اسمه عبد الله وهيتجوز سامية جمال. تحس إنه الجزار كده وهو بيقولها. عجب لكم أيها المصريون. طب الحكاية بدأت إزاي؟ هحكي لك. سامية جمال كانت بتحب فريد الأطرش في الوقت ده، وفريد كان بيحبها. حلو حلو. فريد قال لأهله إنه عايز يتجوزها. أهله كانوا أمراء في سوريا. قالت الأطرش معروفة جدا. قالوا له إزاي أنت تتجوز رقاصة؟ ورفضوا رفضا قاطعا. فريد كان جمال وطيب، معرفش يواجه أهله. فكروني أحكي لكم حكاية فريد الأطرش. في ناس بتقول إن هو رفضها، بس ده مش صحيح. الغريب إن أخوه فؤاد اتجوز من الممثلة إيمان عادي. سامية ساعتها جالها عرض تمثل في فيلم فرنساوي اسمه علي بابا. علي بابا ده كان فيلم بطولة ممثل فرنسي اسمه فرناندل. فرناندل ده كان إسماعيل ياسين بيقلده في بعض الأفلام أو بعض الحركات. هبقى أحكي لكم قصته بعدين. لو عجبتكم الحكاية وعايزين المواضيع دي تستمر، يا ريت تعملوا لها شير، تعملوا لها لايك لو عجبتكم. المهم يا سيدي، سامية كانت مجروحة وكره الدنيا وكره مصر، فحبت تخرج تشم هوا وتغير جو. عملت الفيلم، وهناك اتعرفت على متعهد حفلات اسمه شيبرد كينج. شيبرد قال لها أنا بحبك وعايز أتجوزك. قالت له سوري أي كانت، أنا مسلمة وما ينفعش أتجوز واحد غير مسلم، ديني بيقول كده. شيبرد بص في عينيها وقال أنا مؤمن بأي إله تؤمنين به، فأنت لن تؤمني إلا بإله عظيم. السلام. جه مصر وغير دينه في مشيخة الأزهر وسمى نفسه عبد الله، وهتلاقيه في الصورة بيكتب كتابه عليها على إيد شيخ. سامية في الفترة دي كانت مجروحة وعندها أزمة ثقة، ومحتاجة أي حد يقول لها كلام حلو ويحسسها إنها حلوة وإنها مش منبوذة، زي أي حد عنده أزمة ثقة عادي، تروما بعيد عنك. وفعلا اتجوزوا سنة 51. قال لها بقول لك ايه، يلا نقضي شهر العسل في ولاية تكساس في امريكا. قالت له يلا بينا. هناك بعد شهر العسل عملت كام شو على المسارح، عجبوا الناس بره قوي وبقت مطلوبة جدا. عبد الله او شيبرد بشغله كمتعهد حفلات خلاها الراقصة رقم واحد في تكساس كلها وفي امريكا كمان. وفي خلال سنتين كاملين كانت حفلات سامية جمال كومبليت كلها. كانت اغلى اجر واكتر فلوس. عملت رقم خرافي وقتها في الخمسينات، شغل على مدار الساعة تقريبا كل يوم حفلة وكل أسبوع في ولاية. لفت لفة حلوة، عملت قرشين حلوين. وكل الفلوس اللي اتعملت خدها منها جوزها وضربها وطلقها. اه والله معرفش حد نقع عليهم ولا ايه. المهم، وبعد سنتين يا اخويا، الراجل اللي كان شايف انه يؤمن بأي إله تؤمن بيه طلقها ورجعها مصر من غير فلوس ولا عريس. ساعتها رجعت مكسورة واتجوزت رشدي أباظة. أهي سامية جمال دي قصة حياتها عبارة عن سلسلة من المواجع من وهي 5 سنين، ومستحيل تلاقي صورة ليها مش بتضحك. زينا كلنا بنضحك في الصور بس. ومتنساش بقى تعمل لي فولو عشان هحكي لك حكاية جديدة كل يوم.